سنة 1879 في واحد وصف 10,000 محاولة معرفش يوصل بيهم للي هو عاوز يكتشفه، وقال كده إن دي ما كانتش 10,000 محاولة فاشلة، دول 10,000 اكتشاف لطرق ما بتوصلش للنتيجة الصح. والمحاولات دي هي اللي النهاردة وصلتني للنتيجة اللي أنا كنت عاوزها. شخصيتي إدارية وناجح جدا في ده، بس خايف أجرب مشروع خاص بيا لأني خايف جدا من الفشل. عاوز أجرب مجال معين أشتغل فيه أو أتعلمه، بس خايف أخد الخطوة لأني لو فشلت هاخد كتير قوي عقبال ما استرجع طاقتي وأقوم تاني. وجايز لو فشلت كمان مشكلتي الأكبر هتكون في نظرة الناس ليا. هما بصلي إزاي دلوقتي؟ يا ترى كام واحد هيقول لي ما احنا قلنا لك مش هتعرف؟ شغلي الحالي بقى صعب جدا إني أستمر فيه، بس مش قادر أخد خطوة حتى إن أنا أعمل أبديت للسي في بتاعي وأقدم في أماكن تانية، لأني خايف جدا من التجربة. خايف إن يطلع الاختيار اللي أنا اخترته واتحركت ليه أسوأ من اللي أنا فيه دلوقتي، وساعتها مش هقدر أتعامل مع مشاعر الندم اللي عندي، مش هقدر أتعامل مع نظرات الناس اللي مترصدة لي وبتشوف في كل مرة باخد قرار وبتحرك أنا بنجح فيه ولا لا. النهاردة في الحلقة بتاعتنا كل هدفنا إن إحنا نحاول نتصاحب على البعبع ده، بعبع الخطأ. خوفي من إني أغلط، لأن الحقيقة الأكيدة جدا إني طول ما أنا بتحاشى إني أغلط فأنا مش بكتسب أي مهارة جديدة ولا بتحرك ناحية نمو أو نضج في أي جانب من الجوانب بتاعتي، ولا جانب عملي في الشغل، ولا جانب نفسي، ولا على مستوى العلاقات، ولا أي حاجة. تعالوا نبدأ مع بعض بإننا نحاول نعرف إحنا ليه بنخاف قوي كده من إننا نغلط. تعالوا نتفق إن كتير جدا مننا في مراحل التنشئة بتاعتهم، سواء في التربية في بيوتهم أو في نظام التعليم، وتعودنا إن إحنا بنتعاقب على الغلط، ما بنتعلمش منه. محدش بيمسك الخطأ بتاعنا ويحاول يشوف معانا كده بالراحة إحنا في إيه ممكن نتعلمه من الغلط ده. ودي بالمناسبة حلقة مستقلة هنتكلم فيها عن الفرق ما بين فكرتين، العقاب والتأديب. التأديب هو رد فعل بناخده نتيجة للإصرار على الغلط، يعني حد مش بيعمل الغلط لأول مرة، لأ، هو بعد ما قعدنا معاه وفهمناه معنى ونتائج الغلط ده هو مصر إن هو يكمل في الغلط ده ويكرره، فساعتها بيحصل تأديب. إنما العقاب فهو رد فعل فوري نتيجة للغلط، وفي العقاب غالبا الشخص أو الطفل اللي بيتعاقب ما بيتاحش ليه فرصة قوي إن هو يتعلم من غلطه، بس في علامة قوية جدا بتتحفر في ذهنه إنه محتاج يتحاشى الغلط، أو على الأقل يغلط لما ما يكونش حد شايفه. فنظام العقاب عند الخطأ وعدم الاهتمام بإن احنا نوضح للطفل الصغير إن الغلط ده حصل بسبب 1 2 3، وإحنا بنتعلم منه 1 2 3، نتيجة لأننا بنتبع نظام العقاب مش التأديب السوي. ده بيخلي الإنسان يكبر وهو عنده خوف شديد جدا من فكرة الخطأ، أهون عنده إن هو يفضل في نفس المكان طول حياته عن إن هو يجرب ويغلط، لأن الغلطة بالنسبة له تبقى بفورة. هو خلاص مش متقبل فكرة إن هو ممكن يعمل حاجة وما تنجحش، خصوصا الأهالي بقى حبايبي اللي هم طريقتهم العادية لما الطفل يغلط يبقى فيها نقرازة كتير وتريقة، وهو أنت كده كل ما تمد إيدك في حاجة لازم تخربها. الطريقة دي بتطلع بني آدم بيشتري راحة دماغه بعدم المحاولة. تاني حاجة بتخلينا مش متصالحين مع فكرة الخطأ لما بيكون عندنا مثلا في السوشيال ميديا تركيز شديد على المراحل النهائية اللي حد معين وصل لها من النجاح أو السعادة، وعدم توضيح إطلاقا إيه المراحل اللي هو عدى بيها علشان يوصل للنتيجة دي. أو عندنا مثلا في الأفلام اللي بتوثق حياة ناس من العظماء على المستوى الروحي، فنلاقي إن الفيلم بيظهر الشخص وكأنه من صغره ما حصلش في حياته غلطة، هو من ساعة ما اتولد كده وهو متجهز للنتيجة اللي هيوصل لها وهو كبير. ودي بصراحة أنا بعتبرها جريمة في حق كل شخص بيتفرج على الكلام ده وبيصدق إن الشخص الناجح هو كان ناجح من اليوم الأول في حياته، ناجح من المحاولة الأولى. ده في الواقع عمره ما بيحصل. طبيعة النجاح الحقيقي إن هو بيبقى نتيجة نمو، نتيجة مسيرة من النضج والتغيير والتطور. والكلمات اللي احنا بنقولها دي ما بتحصلش غير لما الواحد يجرب ويغلط فيتعلم من غلطاته ويتعلم من الأخطاء بتاعته إزاي يعمل الصح. ثالث حاجة ممكن تكون عائق بيني وبين إني أتقبل الخطأ هو إني أكون شخصية ساعية للكمال. الشخص الساعي للكمال قبل ما يبتدي في مراحل إن هو يتوازن شوية وياخد نوع شخصيته ده لمنطقة أكثر اتزانا، بيكون حالته صعبة قوي في الحالة دي، لأنه ما عندوش أوبشن إن هو يغلط، ما عندوش احتمالية ولو 1% إنه ما يجيبش الفول مارك،
ان الحاجة ما تخلصش بنسبة 100% صح. بالنسبة له لو ما كنتش حاولت كان يبقى احسن. انا مقدر جدا الطريقة اللي بتشتغل بيها عقلية الشخص ده، بس حقيقي على ارض الواقع الدنيا مش بتمشي كده. صعب جدا الحاجة تجيب 100% من اول ولا تاني ولا خامس مرة. فحرام انك تفضل حاسس انك بتفشل في كل مرة بتحاول فيها طالما ما جبتش 100%. حرام. ده تهدير للمجهود اللي انت بذلته، وتهدير لفرص انت ممكن تتعلم منها وتتعلم من اخطائك، واخطائك دي تتحول لانها طرق جديدة بتساعدك توصل للهدف بتاعك. سنة 1879 في واحد وصف 10,000 محاولة معرفش يوصل بيهم للي هو عاوز يكتشفه، وقال كده ان دي ما كانتش 10,000 محاولة فاشلة، دول 10,000 اكتشاف لطرق ما بتوصلش للنتيجة الصح. والمحاولات دي هي اللي النهاردة وصلتني للنتيجة اللي أنا كنت عاوزها. طبعا بنتكلم على توماس إديسون اللي اخترع اختراعات كتير جدا، وأشهرها واللي يخص القصة بتاعتنا دي هو المصباح الكهربائي. تعالوا نعيد تعريف فكرة الخطأ. الخطأ مش هو الفشل. الفشل يا جماعة هو إن احنا نوقف محاولات، إنما الخطأ تعالوا نفهم كده إن هو عبارة عن داتا جديدة بتخش مخي، بيانات جديدة. يعني أنا لو بستكشف مجال جديد، بستكشف كده وأنا على الله لسه ما أعرفش أي حاجة، ابتديت أول محاولة ليا وما نجحتش، بدل ما أعتبر إن محاولتي الأولى دي محاولة فاشلة، تعالوا نحولها لبيانات بتضاف لمخي، فبتخلي محاولتي التانية أنجح من الأولى ولو ب1 أو 2%. الخطأ هو عبارة عن بيانات جديدة بتضاف لتفكيري علشان أوصل للنتيجة اللي أنا عاوز أوصل لها بشكل أفضل من المحاولة الأولى. فالخطأ مش هو الفشل. طب تعالوا نقول خطوات عملية ممكن بيها نتصاحب شوية على البعبع ده واحدة واحدة. أولا، جرب واغلط في نطاقات ضيقة الأول. يعني ما تبتديش رحلتك في التجربة والخطأ في أكبر قرارات في حياتك. ممكن تبتدي تجرب على نطاق أضيق شوية، فتبقى نتائجها محكومة أكتر وتقدر تتدارك اللي هيحصل. تاني نقطة مهمة، افصل بين قيمتك الذاتية وبين اللي انت بتعمله. أنا عملت غلطة ده ما يعنيش خالص إن أنا شخص فاشل. افصل اللي انت عملته عن قيمتك الذاتية. أنا غلطت فأنا هتعلم من غلطي علشان بكرة أكون بفكر أحسن من طريقة تفكيري النهاردة. ثالث نقطة، غير طريقة الأسئلة اللي انت بتسألها لنفسك بعد كل مرة بتغلط. بلاش نوعية الأسئلة اللي هي أنا إزاي عملت كده، أنا إزاي وصلت للي أنا فيه ده. خلي تركيزك بعد الغلط، أنا إيه الدرس اللي محتاج ضروري أتعلمه دلوقتي علشان بكرة أوصل لنتيجة أحسن من اللي وصلت لها النهاردة. الاتجاه اللي انت بتركز عليه تفكيرك بعد كل مرة بتجرب فيها هو اللي بيحدد انت هتتعامل مع الخطأ ده كفشل ولا كمعلومات وبيانات جديدة اتضافت لك. رابع نقطة، احترم جدا محاولاتك لو سمحت. احتفل بالمحاولات الجادة اللي انت عملتها بغض النظر عن نتائجها. ده هيفرق في نفسيتك. ما تبقاش بتكئب نفسك طول الوقت بسبب انك لسه ما وصلتش لنتيجة. انبسط بالمحاولات الجادة اللي انت بتعملها وقدرها. ونفس الفكرة مع الناس اللي حواليك، اتعود تقدر محاولاتهم حتى لو لسه ما وصلوش للنتيجة اللي هم عايزينها. ودي هنا فرصة سعيدة جدا نفكر نفسنا باننا هدفنا مش ان احنا نستسهل الغلط، مش اننا نستهتر بنتائج الغلط بتاعنا، مش اننا نوصل لحالة لا مبالاة واحنا بنحسب نتائج افعالنا. لا خالص خالص. يعني احنا كل كلامنا اللي فات دوت موجه لشخص بيخاف جدا من نتائج افعاله فما بياخدش خطوة، بيخاف يجرب. انما طبعا مش موجه اطلاقا لحد بيعمل اي حاجة تيجي على دماغه بدون اي حسابات وبدون اي تفكير في العواقب. لا خالص، العنوان غلط. واخيرا، افتكر انك مش هتكبر ومش هتكتسب اي مهارات جديدة وشخصيتك مش هتنضج ولا هتتسع الا بالتجربة والخطأ والتعلم من الخطأ. ما تأنبش نفسك لو غلطت، لكن حاسب نفسك لو لقيت انك بتتدلع وبتكرر الخطأ رغم انك عرفت نتائجه. الحلقة دي تحديدا تحدي بالنسبة لي، لان انا شخص بيقلق جدا من المحاولة ومن الفشل، وبحاول اقنع نفسي معاكم ان مش دي السكة اللي بتكبر، اني محتاج يكون عندي شجاعة اني اجرب، ولو غلطت اعيد حساباتي واتعلم من الغلطات بتاعتي عشان اخد خطوات بعد كده بكفاءة اعلى من الخطوات اللي جربتها. شكرا على وقتكم واشوفكم قريب.